مساء الفل يا جماعة، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. جاي لكم بحلقة جديدة وإن إحنا نحلل ماتش منتخب مصر وكاب فيردي أو الرأس الأخضر. عشان كده تلعثمنا في الكلام في الأول، ما كناش عارفين إن الرأس الأخضر ولا كاب فيردي، ولكن يلا بينا أدي الاتنين. شوف بتقولهم إزاي في ماتش. الحمد لله جدا، الحمد لله جدا على كده. فقبل ما نبدا بقى وندخل كده في احداث اللقاء بسرعه، ازاي الشخص ده تفعل زر الجرس تحت وصف كل ما وصف الكلام بتاعتنا، يا اما هتلاقيها في حته الروابط عشان الروابط تحت تبقى قافله. دايما لما بحط روابط الاقيها مش شغاله، فعشان كده هتلاقيها في حته الروابط. يا رب يكون الفيديو ده تعجبكم، يا رب الفيديو بتاع النهارده يعجبكم. فيلا بينا نبدا على طول بتشكيله منتخب مصر اللي كان بيلعب بيه الشناوي، رامي ربيعه، حمدي فتحي، محمد هاني محمد حمدي. واحد لاعب وسط بس وهو مروان حمدي، وقدامه زيزو وتريزيجيه، قدامه صلاح مرموش ومصطفى محمد. عملنا 5 تبديلات: بيكهام مكان حمدي فتحي، وكوكا نزل مكان بيكهام مكان رامي ربيعه، وكوكا مكان محمد حمدي. زيزو طلع ونزل ابراهيم عادل، تريزيجيه طلع برضه ونزل حمدي فتحي، ومصطفى فتحي طلع ونزل النني. ودول كانوا ال5 تبديلات بتاعتنا: كوكا وبيكهام، ابراهيم عادل، حمدي فتحي مصطفى فتحي والنني. والحمد لله زي ما بقول لك، رضا رضا قوي 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 وعال وزي الفل، وما تستناش اكتر من كده. الحمد لله جدا. انت بتشوف النهارده اللعيبه بتيجي في الشوط التاني مش قادره، اللعيبه مش قادره، وربنا يكون في عونهم، وربنا يكون في عون كابتن حسام حسن اللي عمل النهارده ماتش بالظروف اللي موجوده. لا هو عمل ماتش هايل. الشوط التاني كان سيء، ولكن طلعت باللي انت عايزه في ظل ازمات كبيره جدا الراجل ملوش دعوه بيها. وكان عادي جدا لو خسرت النهارده، كان هيطلع يقول لك والله انا كان بيحصل 1 2 و3. واي حد كان في مكانه كان في المؤتمر الصحفي هيطلع يهاجم الناس بشديده جدا، بل بالعكس هو اخد كل الكلام ده حوله. قال له احنا منتخب مصر لازم ان احنا نشتغل تحت اي ضغوط محطوطين فيها. ومن هنا كانت حاجة هايلة جدا جدا جدا. الراجل بيحط الضغط تحت لعيبته، مش ضغط قوي ولكن اللي هو لا عادي جدا. ما عندوش مصطفى محمد، عادي جبتوا لي اللعيبه متاخر. كل ده اي مدرب تاني كان هيطلع يقول لك انتوا ما بتجيبوليش اللعيبه، وكان هينزل الماتش باستهتار، وكنت هتلاقي تعالي كبير جدا. ده العكس اللي حصل كله مع حسام حسن النهارده في الماتش. النهارده انت بتلاقي اللعيبه نازله هي فايقه فايقه يعني كأنهم بقالهم 3 شهور في المنتخب اول شوط. وده طبيعي انه يحصل كده. الشوط التاني داون جريد كبير جدا، انت خلاص كسبان 2-0، اللعيبه مش قادره، لسه عندك ماتش كمان كام يوم، فاللعيبه عايزه تهدى شويه. خاصه احنا كسبانين 2-0، كاب فيردي مش باين حاجه عليهم. كان كل الكلام ده انا عارف انه ممكن يتغير لو في الشوط التاني، ولكن برضو كنا هنقول ان انت طلعت باللي انت عايزه. كاب فيردي النهارده يمكن مش الاختبار الصعب. هتقول لي ازاي دول كانوا جامدين قوي؟ اقول لك ولكن لا، انت في ظل ما انت سيء، وفي ظل ما انت مش عارف تعمل كور قوي ومش عارف تمسك كوره والكلام ده كله، قدرت ان انت تجيب هدف. اللي الكوره النهارده بتكافئ اللعيب المظلوم. الكوره النهارده بتكافئ اللي هو بتبتسم لابراهيم عادل بسبب اللي حصل معاه مع بيراميدز واختفي. ويعني كنا ممكن نشوف موهبه جيده جدا جدا في الدوري الاسباني لولا المشاكل اللي حصلت بس دي. فالكرة النهارده بتكافئك. والكرة انت لو فضلت على كده، ابراهيم عادل لو فضل على كده ومستمر على كده بطولة الامم دي، لا انت عادي جدا ممكن تلاقي فرق تانية احسن بكتير جايالك. ولكن اهم حاجة ان ابراهيم عادل بقى هنشوف هل بعد اصابة مصطفى محمد مين اللي هيبدأ اساسا. انا شايف ابراهيم عادل لازم نديله الدفعة، لازم اللي هو مفيش حد احسن منه. مش عايزين حته ان مرموش يلعب هو كمهاجم. لا النهارده انت كنت واخد برضو الريسك كبير جدا جدا. النهارده كانت الناس كلها هتطلع كانت تقطع في فروه حسام حسن وابراهيم حسن على التشكيله اللي كانوا بادئين بيها. زي ما بقول لك هو خد يعني مش ريسك، هو لا هو موت نفسه حرفيا باللي عمله. من اول ان هو لا انا مدرب منتخب مصر لازم ان انت تتحط تحت الضغوطات دي، وايا كان اللي هيحصل انت لازم
تلعب كويس. دي حاجة، هو دي أول حاجة الناس كانت تطلع تقطع فيها. تاني حاجة التشكيلة اللي مش واقعية قوي اللي انت كنت بادئ بيها بالنسبة لناس كتير جدا. كانت أول ما انت هتخسر النهاردة كانت هتسن عليك السكاكين. ولكن هنرجع ونقول الحمد لله جدا جدا على اللي حصل النهارده. ده اللي كنا محتاجينه، محتاجين الثلاث نقط، محتاجين الدافع عن اللعيبه. لسه خلي بالك هيكون ده اللعيبه ما كملتش تقريبا 4 ايام مع بعض. يعني انت حته، فزي ما بقول لك هو احسن حاجه عجباني ان انا بصراحه انا عارف ان انا عمال ازيد فيها بس جامده جدا، هي حته ان حسام حسن رغم كل ده ما استهزأش. ما اللي هو انا بص انا ممكن اطلع اقول لك عبد المنعم ما جاش ولاعيبه الاهلي والزمالك مش جايين لي في وقتهم واللعيبه ما انسجمتش. ما 4 ايام يعني حضرتك عايز اللعيبه تنسجم 4 ايام ليه وانا ساحر؟ لا، انت بتلاقي ان كل حاجه اتغيرت مع حسام حسن. وانا حاجه انا شايفها، يا رب يا رب يا رب اكون شايف صح، ممكن بنسبه كبيره جدا منتخب مصر ياخد بطوله الافريقيه. المشكله الوحيده ان هي على فترات. انا كنت هاكد لك 100% لو بطوله دي في يعني في الكام يوم اللي جايين دول او في الشهر او الشهرين اللي جايين، كنت هاكد لك 100% ان منتخب مصر هتاخد كاس الافريقيه. المشكله ان هي في فترات، فانا اعتقد لا احنا هننزل ناكل اي حد الفتره دي. الماتش اللي جاي هننزل نكسبهم عادي جدا. فعشان كده بقول لك البطوله لو كانت خلال الايام دي، يعني لو كانت البطوله كلها ورا بعض ما فيش اللي هو شهر وسنه والكلام ده، لا كنت اقول لك 100% مصر هتاخد البطوله. وحاجه انا نفسي يا رب تحصل لو حصلت ان مصر خدت البطوله، حسام حسن يطلع يقول لك مع الف سلامه انا ماشي ومش هرجع المنتخب ده غير لما تغيروا لي بقى ايه الناس الجميله اللي فوق دي. انا عايز الناس دي كلها تتفور. هتقول لي طب وانت ايش عرفك ان هو ممكن يغيروا؟ يجيبوا لنا معلم مدرب جديد. الجماهير مش هتسكت، ما الجماهير مش ما انت رغم العبث بقى اللي انت كنت بتعمله هوب يجي لك مدرب تكسب معاه كاس تمشيه، الجمهور هيسلخك اكتر ما انت مسلوخ اساسا من دلوقتي. فيا رب الحته دي تحصل. ما اعرفش الحته دي، ما اعتقدش ان حسام حسن ممكن يقدر ان هو يعملها، لان من كلام ان هو لا انا وطني والكلام ده ماشي، الكلام ده حلو جدا وكويس جدا، ولكن يا جماعه احنا لازم ناخد وقت. اي حاجه تحصل احنا لازم بقى نبدا نضغط. ما هو خلاص الناس معلش الناس دول ما عندهمش اي دم ان انت معلش الاهلي والزمالك بيلعبوا بيك الكوره دلوقتي. الاهلي والزمالك يقول لك لا والله احنا نودي لك لعيبتك في يوم اتنين، والمدرب المعسكر كان معمول ب4 لعيبه. ما اعرفش معسكر ايه ده بصراحه. يعني لو معسكر شطرنج هيبقى فيه اكتر من كده. ان انت في الاولمبيات الاهلي والزمالك يقول لك انت ما عندكش حد غير اللعيبه دي. فلا انت ايه حضرتك احنا شغالين ايه بنطبطب على الناس؟ مفيش حاجه اسمها كده. وان الاهلي بعد كده يطلع يقول مع ان انا اهلاوي، خلي بالك بعد اللي انا بعمله لك ده كله انا اهلاوي، بس انا مش مع الكلام ده خالص. منتخب مصر ليه الاولويه الاولى، والاهلي ده معلش مش بوركينا فاسو. لا الاهلي ده مصري، وانت عامل اساسا الانديه دي كلها عشان منتخب مصر، مش عشان الاهلي ولا عشان الزمالك ولا عشان بيراميدز ولا الاسماعيلي ولا. انت عامل الكلام ده كله عشان في الاخر منتخب مصر يقدر يقدم حاجه كويسه. فانت ان النادي الاهلي يتنطط عليك ونادي الزمالك يتنطط عليك وبيراميدز يتنطط عليك في الاولمبياد هو والاهلي، لا ده كده هبل. ده كده هبل كبير جدا جدا جدا. وعادي جدا دلوقتي مع اصابه مثلا لو كان الشناوي اتصاب وامام عاشور واصابه رامي ربيعه، عادي المره الجايه ممكن تلاقي الاهلي لا يا باشا مفيش حد، يلا روح شوف لك حد تاني. يعني ايه مفيش الكلام ده في منتخب مصر؟ ايه الهبل؟ انت عمرك شفت حاجه زي دي؟ انا ما شفتش حاجه زي دي غير بس ان يبقى لاعب كبير جدا ما استدعاش للمنتخب. دي الحاجه الوحيده اللي انا بشوفها. انما نادي يدخل يقول لك انت مالكش لعيبه عندي، انا دي اول مره كنت اشوفها. النادي يقول لك انا والله انا هبعت لك اللعيبه انت بتشفق عليا. هو اللعيبه اللي انا بقول لك هات لي بيرسي تاو الجنوب افريقيا يلعب معانا في منتخب مصر؟ لا حبيبي اللعيبه منتخب مصر. يعني ايه هبقى ابعتهم لك يوم اتنين وانا بقول لك يجوا يلعبوا لي دور شطرنج معايا؟ ايه هبعتهم لك يوم الاثنين؟ يعني ايه هبعتهم لك يوم اتنين ده؟ مش فاهمها، حاجه غريبه جدا جدا. والاهلي بعد كده يطلع يقول لك انت سبت لي امام عاشور، طيب والله ممكن بقى لا ياسر ابراهيم وقفشه كانوا عايزين، حسام حسن كان عايزينهم، يقول لك لا احنا كمان عندنا دوري وعندنا دوري ابطال افريقيا. ايه الهبل والعبث ده؟
ايه الهبل والعبث ده؟ انا مالي انا كواحد كمدرب ان انتوا مش منسقين الحاجات، والحاجات كلها دخلت في بعض. انا مالي ومال العبث ده كله. الجمهور في الاخر ليه مين هيفشخ فيه بقى؟ معلش عشان انا خلاص مش قادرين نجمل الكلام اكتر من كده. ومين اللي على وش القفص اللي الناس هتهينه؟ هو حسام حسن. النهارده انا يا رب يا رب يا رب لو اخدنا البطوله، انا نفسي ده يحصل. حسام حسن يطلع يقول لك والله عايزين نكمل مع المنتخب، تمام. اللي فوق دول انا مش عايزهم. حته اتحاد الكوره والكلام ده كله، والناس اللي هو ماشي يا اهلي هات لي يوم الاثنين، لا مفيش الكلام ده. مفيش الكلام. احنا مش داخلين بطوله وديه، ده كاس الامم الافريقيه حضرتك. فمفيش اي حاجه من كده. يا رب ده اللي يحصل يعني. فالنهارده برضه عايزين نمسك كده كام لاعب، بما اننا خلاص اتكلمنا عن الحته دي، ويا رب يعني بصراحه انها تحصل. انا مؤيد جدا الحته دي انها حتى لو حسام حسن ماشي الجمهور مش هيسكت يا جماعه. لا الجمهور كده كده اصلا لما كان بيبقوا ناس ما بتاخدوش بطولات، يعني مثلا واحد زي كيروش لما مشي اصلا وما عملش حاجه مع المنتخب بوصلك نهائي، الناس زامت عليهم. فانت متخيل ان واحد اخد كاس الامم الافريقيه بعد غياب تقريبا 10 سنين ولا 15 سنه، وانت تقوم ماشيين؟ بس تعالى هنستلموك اكتر ما انت اصلا احنا مش طايقينك. ف ماشي النهارده احنا الحمد لله جدا جدا جدا، في ظل عدم وجود سوري، في ظل عدم وجود عبد المنعم بيطلع لك حمدي فتحي اللي انا شايفه النهارده لاعب ماتش هايل جدا كلب دفاع. يعني انا شايف بصراحه لا، حمدي فتحي لعب ماتش احسن من ما كان هو اصلا بيلعب في خط نص بصراحه يعني. فماتش هايل جدا 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 بصراحه النهارده. حمدي فتحي ماتش هايل جدا لرامي ربيعه بصراحه. ماتش برده رائع سواء لتريزيجيه او لمحمد صلاح اللي بيلعب بمزاج. ويا سلام عليك يا صلاح لما تلعب بمزاج. صلاح اللي هو الهاتش كباتا والحته والحاجات دي، وتعالى وروح وهوب ايه جامد جدا. يا رب يفضل مكمل في الانطلاقه دي. اعتقد حتى الان افضل لاعب مع ليفربول ومع منتخب مصر انا شفته. افضل لاعب بيلعب مع المنتخب وافضل لاعب بيلعب مع النادي حتى الان في ظل الكام ماتش اللي لعبناهم دول. اعتقد مفيش حد ينافس حتى محمد صلاح. اداء محمد صلاح اللي عامل اداءات رائعه مع ليفربول وبيرجع يكملها مع منتخب مصر. يا رب يا رب صلاح يكمل بالحته دي، ممكن ساعتها تفرق معاه جدا في حته البالون دور اللي احنا يا رب محمد صلاح ياخدها. حته مصطفى محمد النهارده يعني لما نتمشى على مهاجم ونقول الحمد لله، وبدا يعمل وهوب دب ويبدا يشوط ويبدا يقوم متصاب. ولكن مش مهم الحمد لله. بنشوف برضو اللعيبه الثانيه اللي نزلت النهارده هايلين جدا جدا جدا. زي ما بقول لك كابتن حسام حسن النهارده رائع رائع رائع، لان ما حسيتش بفرق. انت ما حسيت كوكا النهارده لما نزل هايل جدا جدا جدا. وفي اخر الماتش كده لما كان على الطرف حط الواد في ظهره وحلوه جدا، تحس ان هو يعني بيلعب بقاله مثلا سنه في المنتخب. هايل جدا، حط جسمه بشكل اكتر من رائع بصراحه كوكا النهارده. بيكهام ما قدرش يعمل يعني، ما شفناهوش قوي بصراحه النهارده في الماتش. مصطفى فتحي يعني اخيرا مصطفى فتحي يرجع. مصطفى فتحي بتاع 2015 اللي هو اللاعب اللي هوب خرم من هنا وخرم من هنا ويجري من هنا. مصطفى فتحي لما كان بينزل اخر كام سنه مع منتخب مصر ما كانش بيظهر قوي بصراحه. النهارده زي ما بقول لك هي كل اللعيبه بلا استثناء اون فاير. النهارده اللعيبه كلها هايله جدا 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 بصراحه. من اول مرموش اللي حتى كنت شايفه بيهبل شويه، ولكن لا مرموش احسن من الاول بكتير. بتتخطف واوقات بيشلك والكلام ده، ولكن احسن من الاول بكتير جدا جدا. زيزو هكذا بدا خلاص يتاقلم في حته الاي ام اف، وبدا ان هو ينزل يسقط هو وتريزيجيه. دي برضه كانت حته هايله جدا جدا، وصلاح اوقات بينزل يسقط. فالتشكيله النهارده كانت حلوه جدا جدا. طب هنشوفها في الماتش اللي جاي. المشكله الوحيده ان انا عايزك تعمل بالانس. يعني انا النهارده مثلا انا هبقى موافق جدا لو طلعت لي الماتش اللي جاي محمد حمدي ونزلت لي مكانه كوكا، لان انت النهارده كانت في الشوط الاول انت كنت مهاجم بشكل مش طبيعي. النهارده انا بقول لك حسام حسن الشوط الاول كان قاتل نفسه. لو كان اي هجمه راحت عليك كانت هتموتك النهارده، لان ما كانش بيبقى فيه غير 2 واقفين ومروان حمدي بيبقى واقف، ف3
في ظل السرعات بتاعت كاب فيردي لا كنت ممكن تتقتل في اي لحظه. فالنهارده انا كنت عايز هاني الماتش الجاي لو هتلعب بنفس التشكيله انا معاك جدا، انا معاك لو مصطفى محمد هيطلع ينزل لي مكانه ابراهيم عادل عادي جدا. شوف بقى عايز تلعب مرموش مهاجم، عايز تلعب صلاح مهاجم، عايز تلعب ابراهيم عادل ذات نفسه مهاجم، انا موافق. ولكن انا عايز اشوف ابراهيم عادل الماتش الجاي. ابراهيم عادل لازم يبدا ياخد واحده واحده، لانه هو ده اللي خلاص اللي هنبدا نقول عليه ممكن الحاجه العدله اللي انت تقدر تطلعها من منتخب مصر الاولمبي، سواء هو او اسامه فيصل. مش هتشوف اسامه فيصل بصراحه الماتش الجاي لانه خبط لزق كده، لا واحده واحده ونسترخي. ابراهيم عادل احنا شفناه النهارده وكان بيلعب اصلا الماتشات اللي فاتت، فاللاعب ده لازم نديله الدفع، خصوصا بعد حته ان يختفي واللاعب يعني مع لا طبيعي هيكون متدمر نفسيا. لتبدا انت تديله دي حته بقى منتخب مصر. اللاعب النهارده برده معلش ما لعبش ماتش سيء، لا بالعكس نزل وجاب لك جول ولعب اداء كويس مش وحش. فبرضه انا عايز اشوف الماتش اللي جاي مصطفى فتحي، عايزين نبدا نشوف في الحته دي في الدقيقه 60 في الدقيقه 65 يبدا ينزل. كل الحاجات دي عايزين نشوفها، مش عايزين عشان ماتش النهارده بس واللعيبه مريحه واللعيبه مش قادره خلاص بعد كده نبدا نعمل التبديلات بقى برده في الاواخر كده زي ما كولر بيعمل وزي ما حسام حسن كان بيعمل. لان واحد زي مصطفى فتحي انت شفت ان هو النهارده قدرت ان انت تشوفه قبل كده، كنت بتنزله اخر 10 دقائق اخر ربع ساعه ما كانش بيقدر يعمل فيها حاجه قوي. النهارده لما نزل وخد وقته اللاعب هايل جدا سواء هو او اي لاعب تاني غيره. فزي ما بقول لك يا ريت الماتش الجاي لو هنلعب بنفس الحاجه حمدي فتحي يطلع سوري محمد حمدي يطلع وينزل كوكا وهاني. انا مش عايزك تطلع هاني كوكا، مش عايزك تطلع مروان حمدي بقى عشان السلطات بتاعته يبدا يعني يبقى في خط الدايره كده بعديه مثلا بخطوتين ثلاثه ونبقى هايلين جدا جدا ونلعب هي نفس الخطه بنفس كل حاجه. يا رب نفس الروح دي تفضل موجوده في المنتخب يا جماعه. بس كده نكون جينا نهايه الحلقه. يا رب يكون الفيديو عجبكم وقدرنا ان احنا نخليكم يعني راينا يبقى كويس يعني بالنسبه لكم، ما يبقاش اللي هو لا الماتش النهارده زي الزفت. لا الماتش النهارده مش زي الزفت، الشوط الثاني وحش ولكن انت مش مستني حاجه كانت اعلى من كده. يعني الشوط الاول انت بالنسبه لك حاجه فوق الخيال، فالشوط ان الثاني ينزل شويه فانا شايف لا هايل جدا. خصوصا ان انت لا انت بعد التبديلات اللي عملتها بدات تفوق. الشوط الاولاني كان اول مثلا ربع ساعه اول ثلث ساعه كنت سيء، ولكن لا بعد كده لما عملت التبديلات بدات تروح بهجمات مرتده وجبت جون وكل الكلام ده حصل. فيا رب يا رب كده مصر تاخد بقى كاس الامم الافريقيه، ويا رب يكون يومك سعيد واشوفكم في فيديو جديد على خير. متنساش لو تفعل زر الجرس تحت الوصف في كل مصر اجتماعي زي ما قلت لك يا اما في الروابط، ونشوفكم في فيديو جديد على خير. يلا سلام.